أيها الأخ الكريم، أنا وأنت وجهة نظرنا صحيحة ولكن بطرق مختلفة. إذا خالفتك لا يعني أنني على خطأ أو أنك على خطأ، اختلاف وجهة نظر فقط، والاحترام والتقدير واجب، والنتيجة والحل واحد. معظم مشاكلنا مع أحبابنا تقع بسببين: مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد. والحل بخطوتين: استفسر عن قصده وأحسن الظن به. وقد ذكر الله هذا الحل في سورة الحجرات فقال سبحانه وتعالى: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمعنى والخلاصة من ذلك: إذا خانني التعبير فلا يخونك التفسير. اليوم نصلي مع بعض وغدا نصلي على بعض، وليس في الدنيا ما يستحق أن نختلف عليه ولا أن نكره بعضنا لأجله. فعنوان الدنيا كل من عليها فان، وعنوان الآخرة خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. فاعمل الخير أخي الحبيب واصفح